فاكرين الأغنية دي؟ رقم واحد يا نصاص، غالي التمن يا رخاص، تمسح في وسط براس. انا الجديد يا قديم، انا الشنب يا حريم، انا الجحيم يا نعيم، انا الشرس يا أليف، انا التقيل يا خفيف، انا المتين يا ضعيف، انا الاسد يا غزال، انا المجال يا مجال، انا الكبير يا عيال. أغنية رقم واحد يا نصاص اللي نزلت من حوالي شهرين، النهاردة انتشر خبر مفاجئ بإحالة الفنان محمد رمضان للمحاكمة بسبب الأغنية دي بالذات. تعال أقول لكم القصة من أولها حصل فيها إيه. القصة بدأت ببلاغ قدمه أحد الأشخاص، والبلاغ اتهم محمد رمضان إن الأغنية فيها ألفاظ غير لائقة، لا وكمان إنها اتذاعت وانتشرت من غير ما ياخد التصريح الرسمي من جهاز الرقابة. وطبعا بناء على البلاغ ده أمرت النيابة العامة بإحالة رمضان للمحاكمة. يعني الأيام الجاية ممكن نشوفه واقف قدام القاضي بسبب أغنيته دي. المثير بقى إن الأغنية نفسها ما كانتش عاملة ضجة كبيرة وقت ما نزلت، بالعكس دي مرت مرور الكرام على السوشيال ميديا. لكن بعد شهرين كاملين البلغ قلب الترابيزة وخلى محمد رمضان في مواجهة قانونية جديدة. ولحد دلوقتي محمد رمضان معلقش بشكل رسمي على الموضوع، والجمهور مستني يعرف ازاي هيتصرف، وخصوصا انه مش اول مرة يدخل في ازمات بسبب اعماله الغنائية او تصريحاته. بس هل بقى اغنية رقم واحد يا نصاص هتكون سبب في ادانة محمد رمضان، ولا تعدي زي ازمات كتير قبل كده؟ قولوا لنا رايكم في الكومنتات.